هل الممثل الكبير محمد رمضان انضم للماسونيه؟ كمل الحلقه دي للاخر وهقول لك التفاصيل. الماسونيه، اول ما بقول الاسم ده الفانز بيتقسموا نصين، نص بيشتم فيا والنص التاني يقول لي يا ملحد محدش بيتحكم في الكوكب غير ربنا، وشويه كده بيجي يقول لك انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني اقصد التحكم او السيطره ده اللي هو الحكم، يعني زي رئيس الجمهوريه ما هو متحكم في مصر كده، يعني هو اللي خالقها طيب ولا ايه؟ رئيس الجمهوريه بيتحكم في اقتصاد البلد وحال الناس اللي عايشه فيها، مش مصير ورزق الشعب، فهمتني ولا ايه؟ المهم خلينا في موضوعنا. اما نزلت فيديو عن الماسونيه جزء كبير من الناس اللي كانت بتتكلم كانوا فاكرين الماسونيه بعيده عن مصر، يعني الموضوع مش خطر على المصريين، ده لو في خطوره يعني. كمل الحلقه دي للاخر وهتتصدم صدمه كبيره، عشان هقول لك فيها على تاريخ الماسونيه في مصر لحد ملوك وحكام وممثلين كبار مصريين، واللي كان منهم زعيم الماسونيه في الشرق الاوسط، واماكن للمحافل الماسونيه، وحقيقه انضمام الممثل محمد رمضان للماسونيه. والكلام اللي هقوله لك دوت انا جايبه من كتاب الماسونيه في مصر للدكتور علي شلش، والكتاب ده معتمد من مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر. ركز بقى في الحلقه دي عشان مليانه حاجات كتير، والهدف من الحلقه دي مش مهاجمه اي حد خالص، بس هو شويه توضيح كده لحاجات ممكن ما تاخدش بالك منها، وده برده مش رايي الشخصي. المهم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. معاكم عمر ودي حلقه جديده مرعبه. بمجرد ما نشوف اي حاجه عن المؤامرات او ترتيب الاحداث بنجري على طول نقول دي الماسونيه ونقول هم سبب ورا الموضوع، وده مش ظلم ليهم، هم فعلا ورا حاجات كتير غلط، بس مش بالحجم اللي انتم متخيلينه يعني ساعات احنا بندي الامور اكتر من حجمها، وممكن نعمل حلقه مفصله عن الحوادث اللي كانت وراها الماسونيه، وعلى العموم هم كتير قوي. المهم خلينا في موضوعنا. لو بصينا على تاريخ الماسونيه وفهمنا الناس دي مين، هتلاقيهم شويه ناس عاديه بيمارسوا الطقوس والشعائر بتاعتهم اللي بيعملوها في المحافل الماسونيه او محافل البناؤون الاحرار، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. النهارده بقى بنركز الكلام على الماسونيه في مصر، وامتى دخلت مصر اصلا، وهل هم لسه موجودين في مصر لحد دلوقتي ولا طلعوا. نبدا واحده واحده كده عشان ما نتوهش ونرجع لاول الموضوع. الماسونيين منتشرين في العالم كله، في انجلترا في اكتر من 300,000 ماسوني وعندهم المحفل الكبير، وفي امريكا في اكتر من 3 مليون ماسوني، وفي فرنسا في محفل الشرق الكبير، يعني منتشرين في كل دول العالم. لكن بقى نيجي عند مصر والموضوع غريب جدا، مفيش اي ماسونيين ظاهرين ولا حتى في الدول العربيه، بالرغم انهم لحد فتره قريبه كانوا معلنين، ايوه معلنين يعني معروفين، وليهم جرايد كمان باسمهم. والموضوع كان بدايته في عصر نابليون بونابرت سنه 1797 وقت الحمله الفرنسيه، وتاسس في مصر اول محفل ماسوني، وهو اول محفل ماسوني علني ورسمي في مصر، وانتهى الموضوع بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر لحد سنه 1830. وجم الايطاليين تاني عملوا محفل ماسوني كبير في اسكندريه، وبعدها يتعمل محفل تاني في القاهره سنه 1838 وسموه محفل ايزيس، وسنه 1845 يتعمل محفل تاني كبير اسمه محفل الاهرام، وده اللي يعتبر اكبر محفل ماسوني في مصر. والموضوع بدا يبقى على نطاق واسع جدا لدرجه ان في شخصيات بارزه ومعروفه انضمت ليهم، زي ابن محمد علي باشا واللي اسمه الامير محمد عبد الحليم، او زي ما كانوا بيقولوا عليه الامير حليم، واللي ما كانش مشهور قوي بس اللي كان يعتبر الوريث الشرعي لخديوي اسماعيل، وده اللي كان مديله شهره جامده وقتها، كان منضم المحفل الماسوني وخلوه اعلى حد في الشرق الاوسط. وبعدها يعرف الخديوي اسماعيل الموضوع ويبدا يغير نظام الورث عشان يورث المملكه للخديوي توفيق، برغم من ان الوريث المفروض يبقى محمد عبد الحليم، بس الخديوي اسماعيل كان رافض تماما ان ماسوني يحكم مصر. بعدها يتورط الامير عبد الحليم مع مجموعه من الايطاليين عشان يقتلوا الخديوي اسماعيل، وبعد ما الخديوي يعرف الموضوع يقرر ان هو يطرد محمد عبد الحليم من البلد، بس بعد ما اتطرد من مصر فضل محتفظ باللقب بتاعه وهو الاستاذ الاعظم لمحفل الشرق الاوسط. اذا الواضح من الموضوع ان هم كانوا منتشرين في مصر وليهم قوه كبيره، يعني عندهم المحافل بتاعتهم وعندهم رعايه وعندهم جمهور كبير، والموضوع ما كانش سري خالص، بس الاجتماعات هي اللي كانت سريه ومحدش كان بيعرف ايه اللي بيدور فيها. وفي اسماء تانية كبيره انضمت ليهم زي الممثل يوسف وهبي اللي وصل بيه الموضوع ان هو كان عايز يعمل فيلم ويجسد فيه صوره سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بعد ما اقترح عليه الممثل التركي وداد عرف الدور، واختار يوسف وهبي من وسط 75 ممثل، وتحمس يوسف وهبي للدور وفورا مضى العقد اللي كان قيمته 10,000 جنيه، وده كان رقم كبير جدا سنه 1925. واللي بعدها يتعرف الموضوع من الازهر الشريف ويطلع خطاب بيجرم فيه ظهور شخصيه النبي على التلفزيون، وبيطالب الحكومه ان هي تحقق في الموضوع، وتبدا الحكومه تهاجمه وتوقفه عن العمل، ووصل الحال بيه ان هم كانوا عايزين يسقطوا عنه الجنسيه المصريه، يعني الموضوع كبر جدا. وانضم للماسونيه ناس تقيله قوي زي سعد باشا زغلول، ده اللي كان ماسك الحكومه لمده طويله ووزارات كتير، والامام محمد عبده اللي كان واحد من اهم شيوخ الازهر على الاطلاق، والشيخ رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد بخيت وجمال الدين الافغاني، كل الناس دي كانت اعضاء في الماسونيه، وفؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد، وفي اسماء تانية كتير. ومن الممثلين انضم لهم ستيفان روستي ومحمود المليجي وحسين رياض وانور وجدي، واتعمل مسرحيه كبيره واتشهرت جدا وقتها اسمها الماسون، واتعمل مجله ماسونيه اسمها اللطايف المصوره واللي كانت واحده من اشهر المجلات الماسونيه في مصر، وكان بيتبع منها اسبوعين 17,000 نسخه، وكان عدد المصريين وقتها 20 مليون بس. وفي الفتره دي بقى ظهر المؤلف والكاتب المشهور جورج زيدان مؤسس دار الهلال الصحفيه، واللي كان بيدافع عن الماسونيه باستماته، وده كان شيء طبيعي جدا لانه كان واحد من ابرز الناس اللي انضمت للماسونيه في الفتره دي، وعمل كتاب سماه تاريخ
الماسونيه العام سنه 1989 وحاول يقنع المصريين بالقبول الماسوني ويحببهم في التنظيم ويخفي اي اسرار غامضه، وفشل جدا في اقناع الناس بكده رغم انه قعد فتره طويله يدافع عنهم، واستشهد في الكتاب بتاعه على اختلاف المؤرخين حوالين تاريخ نشأة الماسونيه. يعني ناس بيقولوا انها كانت من القرن ال17 وناس ثانيه يقولوا لا دول خرجوا من جامعات الصليب الوردي اللي تم تأسيسها سنه 1616، وناس ثالثه تقول لا ده من ايام هيكل سليمان يعني سنه 1012 قبل الميلاد. وفضل التنظيم ده موجود في مصر لفتره طويله لحد ما قرر عبد الناصر سنه 1952 انه يجمع اعضاء الماسونيه في مصر، وده كان طلب من الماسونيين ان هم عايزين يجتمعوا مع عبد الناصر عشان يناقشوا خطه تطوير مصر اقتصاديا. واستضاف اعضاء المحفل الماسوني المصري في قصر الرئاسه في اسكندريه وسمع كلامهم وقال لهم كلامكم عجبني جدا واستنوا قرارات تنفيذه، واكيد هنعمل اجتماع زي ده تاني قريب. بعدها على طول بكام يوم يطلع خبر بحل جميع المحافل الماسونيه في مصر ووقف جميع الانشطه الماسونيه تمام، يعني عبد الناصر غفلهم من الاخر. وبعدها بفتره قريبه ما بقاش فيه وجود للماسونيه بشكل رسمي ويتحول الموضوع ان هو كان في العلن بقى سري جدا. نرجع بقى تاني لسؤال الحلقه، وهو مين من الشخصيات المشهوره دلوقتي في مصر ممكن يكون منضم للماسونيه؟ وانتشر في الفتره الاخيره اخبار وفيديوهات بتقول ان محمد رمضان انضم للماسونيه او منظم للماسونيه في مصر، خاصه بقى بعد ما اتصور مع واحد اسرائيلي، وده كان دليل صريح من وجهه نظرهم. بس الدليل الاهم واللي واضح اكتر صوره اتصورها محمد رمضان وهو عامل علامه على عينه، العلامه دي بتشير للشيطان ورقم 666، وده كان في اعلان لشركه زين، والعلامه دي بيعملها اغلب الممثلين والفنانين اللي منضمين للماسونيه بره مصر وكلهم بيعملوا العلامه دي. وناس تانية قالت دليل تاني هو علامه نمبر 1 او رفع اصبعه برقم 1 وهي بتشير للشيطان بافوميت. توضيح كده بس قبل ما نكمل، احنا هنا مش بنهاجم اي حد ولا بندافع عن اي حد، الهدف من الفيديو ده هو التوضيح، وارائكم الشخصيه خلوها برضه شخصيه. المهم الموضوع محتاج دليل قوي عشان تقدر تثبت حاجه زي كده، وانا رايي ان دي كلها تخيلات ونظريات بتحتمل الصح والخطا، وده كان جزء كبير من تاريخ الماسونيه في مصر. وموضوع الماسونيه ده موضوع كبير مش هنعرف نغطيه كله في حلقه واحده، واغلب الناس اللي انضمت للماسونيه في مصر كانوا فاكرينها منظمه خيريه، يعني كان مضحوك عليهم من الاخر. كده احنا خلصنا. لو عاوزين حلقه بقى مفصله عن الدكتوره مايا صبحي وخطط الماسونيه للسيطره على العالم وتحليل كلامها بالتفصيل كده، اكتبوا لي في الكومنتات. تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. سلام.